بيشنتس كتير بييجوا يسالوا لما يكون عايز يعمل فينيرز يسالني ايه افضل انواع الفينيرز اللي انا اعملها، هل فينيرز الالماني، هل فينيرز السويسري؟ الاجابه المفروض متشعبه كبيره جدا. اولها طبعا الديزاين، هل الكيس دي انديكيتد للفينيرز ولا لا، يعني هل البيشنت ده ينفع له ان احنا نعمل فينيرز ولا لا. لان كتير من الحالات بتيجي يقول لي يا دكتور انا عملت فينيرز بقالي سنه 6 شهور سنتين والفينيرز واقعه في ايده ومعموله من ماده كويسه جدا او الخامه او الكواليتي بتاعت الفينيرز كويسه. فده بيرجع لسوء البلان او التخطيط في الحاله. لان في ناس مثلا عندها نوع من العضه او الضغط على الاسنان بيسموه بروكسيزم. البروكسيزم ده ان المريض وهو قاعد في الاوقات الفاضيه هو بيجز على اسنانه. فالجز على الاسنان دوت ما ينفعش المريض دوت باي حال من الاحوال ان احنا نعمل له فينيرز من غير ما نعالج الجز على الاسنان، لان الجز على الاسنان المستمر هيؤدي يا اما الفينير لو خامتها وحشه تتكسر، يا اما لو الخامه او الكواليتي بتاعتها كويسه هتفك من على السنه. فاول حاجه بنتكلم فيها مع المريض البلان، هل انت انديكيتد او انت المفروض او الصح ان احنا نعمل لك فينيرز، ولا ممكن نعمل فينيرز بهاي كواليتي وبرده الفينير تتكسر او تبوظ.